Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن من مجموعة أولى. اليوم إن شاء الله سنقدم لكم عن كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية في اختيار المادة العلمية. في اختيار المادة العلمية أولا، فكل نقطة لا بد لها من شواهد ولو بطريق الإشارة إلى المصدر أو الاستشهاد. يعني كل فكرة تحتاج إلى دليل أو مرجع. وثانيا، التخطيط الموضوعي الجيد والمصادر الكافية استعمالها، وتدوين المعلومات بالطرق السليمة شيء جوهري وضروري. التخطيط وتوفر مصادر وتدوين المعلومات بالشكل الصحيح أمر مهم جدا. ثالثا، طريق الترقيم أو الأحرف الإشارة إلى البراهين، يعني استخدام الرموز أو الأرقام في المسودة الإشارة إلى الأدلة. رابعا، اختيار المادة العلمية التي سيجري تدوينها والكتابة عنها، وسيصبح بإمكان الاستشهاد بها بالأمثلة العديدة. يعني اختار المعلومات التي يمكن دعمها بأمثلة قصيرة. وخامسا، اختيار الأفضل والأحسن منها ورفض ما لا ضرورة لذكره. وسادسا، الأمثلة العديدة المشابهة لبعضها البعض يشوه الفكرة، يعني كثرة الأمثلة متشابهة تضعف الفكرة. وسابعا، الباحث لا ينزعج عند حذف المواد الجيدة، يعني لا تحزن عند حذف المعلومات جيدة من أجل كتابة مركزة. ثامنا، الأفكار أيدت بأمثلة أخرى. إذا كانت فكرة مدعومة فلا حاجة للإضافة الكثير من الأدلة. والتاسعة، الكاتب كان لديه ملفات ممتلئة بشواهد وبراهين وكان بإمكانه استخدامها، ولكنه الكاتب طرح الكثير منها. يعني الكاتب الجيد يختار الأدلة المهمة فقط. عاشرا، بإمكان الإشارة إليها في الهامش، يمكن كتابة معلومات الإضافية في الحاشية. 11، لا بد من الاختيار، يعني لا بد من اختيار أفضل الأفكار والمعلومات. تجنبي الحشوة الزائدة. إن كثيرا من البحوث جيدة فقد أهميتها بسبب banyak kajian yang baik kehilangan nilainya disebabkan ada mahas bima la daruratin liwujudihi, disebabkan tidak membuang apa yang tak penting dan tidak menapisnya. Ibnu Al-Asir asyara kitabaini allazi muhimmaini fi ilmu bayan, yakni al-muwazanati li Abil Qasim Al-Hasan ibnu Bashar Al-Madiyyi wa sir fasahati li Abi Muhammadin Abdullah bin Sinan Al-Khufajiyyi, wa huma min ahammi al-masadir al-arabiyyah min fi ilmu bayan. Kedua-duanya merupakan antara dua sumber utama dalam ilmu bayan. Anna hashwa al-buhusi al-muallafati al-ilmiyah, bahawa pengisian berlebihan dalam kajian dan karya ilmiah sayahwi al-makanatiha, menjatuhkan kedudukannya, wa yunqisu min darajatiha, serta mengurangkan nilainya. Yabda'u al-bahisu al-kitabah. Awalan, ikhtiyaru al-maddati al-munasibati, memilih bahan yang sesuai. Wa hasbi ma la hajat lahu, membuang perkara yang tidak perlu. Wa istikmal al-qira'ati wa dirasah, menyempurnakan bacaan dan kajian. Ba'da hazihi al-marahili yusbihu al-bahisu musta'idan minan nahiyah. Awalan nafsiyah, emosi, fikriyah, pemikiran, wa amaliyah, amali, yakni praktikal.
ثم كيفية التعامل مع المصادر والمراجع للإعداد البحوث في الدراسة العربية. المبحث الثاني مبادئ أولية متعلقة بمصادر ومراجع الكتاب. المطلب الأول خصال وشروط طالب العلم، بمعنى أي نوعية الطالب العلم برضي الله لا يمده الناس أو ليجمع مالا أو مكانة دنيوية. المطلب الثاني معرفة الأسباب والأغراض التي من أجلها يؤلف العلماء الكتاب، بمعنى يمكن أن تكون كتاب العلماء مصدر إلهام ومثال لتعليم العلم ودراسته وتطويره. إليك بعد أمثله كتاب العلماء. أولا إحياء علوم الدين تأليف إمام الغزالي. هذا الكتاب يتناول التصوف، الأخلاق والحياة الروحية في الإسلام. الثاني رياض الصالحين. كتاب رياض الصالحين الإمام النووي، مجموعة من الحديث النبوي تتناول الأعمال الصالحة وغيرها. المطلوب الثالث جمع أهم المسائل المتعلقة بالموضوع. لكن ما هو أهم المسائل المتعلقة بالموضوع الآن؟ الأول الأدب في طلب العلم، بمعنى احترام المعلم، التواضع بحسن خلقه. ثانيا النية الخالصة، بمعنى يجب أن يكون طالب العلم لوجه الله تعالى لا رياء وغيرها. المطلوب الرابع الإطلاع على رحلات العلماء في طلب العلم، كما في الكتاب السير إعلام النبلاء. الإمام الذهبي يحتوي على سير العلماء والصالحين. وبالتالي المطلوب الخامس إدارة التواصل التاريخي لتأليف الكتاب، فهم استمرارية التاريخ في تأليف الكتاب، مقسمة إلى ثلاثة: الجيل الأول السلف، كتاب أصول الدين من حديث وعقيدة مثل الموطئ إمام مالك. الجيل الأوسط كتاب شرحي وبيان الخلاف الفقهي، المثال المجموع إمام نووي، شرحي على مذهب. الجيل المتأخر كتاب حواشي وشروح على الشروح ولخص المؤلفات مثل تحفة المحتاج لابن حجر الحيتمي، شرح على منهاج الطالبين النووي. المطلوب السادس تصنيف العلماء للكتاب أحيانا لأغراض شتى. الأول لأغراض التعليم، أين قام العلماء بتأليف الكتاب بشكل متدرج من المختصرات إلى المطولات بتناسب المستويات الطلاب المختلفة. في المثال المتن الجرومية في النحو الأساسي. أولا كتاب قصيرة وسهلة لحفظ الأساسيات مثل متن الحرومية في النحو. ثانيا شروح متوسطة لشرح هذه المتن، مثال شرحي ابن أجروم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي ركنيسة سابودين ورقم الطلبة 1 2 3 3 3 8 6. إن شاء الله سأواصل هذا العرض من خلال الشرح عن المبحث الثالث، وهو شروط أساسية تتعلق بالطالب الباحث. المطلب الأول
التمييز بالقدرة العقلية والملكة العلمية المعينة على تلخيص المسائل وتقريبها وجمعها وترتيبها مع ما يقتضيه الحال. Tuntutan yang pertama bagi pelajar itu ialah mereka mestilah memiliki kebolehan akal dan keupayaan ilmiah yang tinggi supaya kedua-dua ini dapat membantu mereka untuk meringkaskan, memudahkan, mengumpulkan dan menyusun sesuatu persoalan dengan baik mengikut keperluan semasa. المطلب الثاني هو تركيز على القراءة السريعة المتفحصة للمصادر للاستفادة من فوائدها. Tuntutan yang kedua bagi pelajar-pelajar ini pula ialah mereka mestilah memberikan sepenuh perhatian kepada pembacaan pantas dan teliti terhadap sumber-sumber untuk mendapatkan manfaat dan faedah penting daripada sumber-sumber tersebut. Al-matlab ats-tsalits huwa hasanu ikhtiyarul masail al-muta'allaqah bil ulumi allati yuridul bahith al-qudu fiha. Tuntutan yang ketiga pula ialah pelajar pengkaji tersebut mestilah bijak memilih isu atau persoalan berkaitan bidang ilmu yang hendak diterokai, yang mana mereka mestilah memilih topik yang relevan dan sesuai dengan kajiannya. وبعد ذلك المطلب الرابع الدراية الكافية لفهم نصوص العلماء ومعرفة اختلافهم وكثرة أقوالهم. Tuntutan keempat pula, mereka mestilah mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk memahami teks-teks ulama serta mampu mengetahui perbezaan pandangan dan pelbagaian pendapat dalam sesuatu isu. Al-matlabul khamis al-qudratul ilmiyatil kabira allati tumkinuhu min ikhtisaril masail. Tuntutan yang kelima bagi pelajar pengkaji ini, mereka mestilah mempunyai keupayaan ilmiah yang tinggi yang membolehkannya membuat ringkasan terhadap persoalan-persoalan ilmu dengan tepat dan berkesan. Wa akhiran al-matlab ats-sadis al-i'timadu 'ala al-amanati al-'ilmiyyati fi an-naqli bil isyarati ila ismil kitab wal mu'allafi ma'al ihalati fil hamis. Tuntutan yang terakhir bagi pelajar pengkaji ini, mereka mestilah mengamalkan amanah ilmiah dalam semua kerja-kerja penulisan, iaitu dengan menyebut nama buku dan pengarangnya dengan jelas serta membuat rujukan nota kaki iaitu footnote untuk setiap maklumat yang diambil. ثم المبحث الرابع تنوع مصادر ومراجع الكتاب والإلمام بها. المطلب الأول الإلمام بها وردي في كتاب متعلقة بالدراسات اللغوية والأدبية من المسائل والقضايا وسائر المعلومات المتعلقة يبحث الطالب والتي تسهل عليه فهم المصادر المتخصصة. يعني يجب على الطالب أن يعتاد الإطلاع على الكتاب التي تتناول موضوعات اللغة والأدب. في المثال البلاغة الواضحة علي الجرامي ومصطفى أمين. المطلوب الثاني البصيرة النافذة بمعرفة بعلوم متعلقة بالدراسة اللغوية والأدبية. يعني على الطالب ألا يقتصر على علم واحد فقط، بل ينفتح على معارف متعددة مرتبطة باللغة والأدب لكي يكون لديه فهم عميق وشامل. وبالتالي المطلوب الثالث أهمية ضبط مصطلحات العلوم سواء كانت لغوية أو نحوية أو غيرها. يعني يجب على الطالب أن يحفظوا ويفهموا معاني مصطلحات العلمية بدقة، لأنها الأساس فهم النصوص والدراسة في اللغة والأدب. في كتاب شرحي قطر الندى وبل الصدي ابن هشام الأنصاري فقط. وبعد ذلك المطلب الرابع أهمية الوقوف على معاني للمصطلحات القوية والأدبية في الكتاب والتي تعين الطالب الباحث على فهم الكتاب وأبعاده ومراميه. Seterusnya, tuntutan yang keempat ialah
kepentingan memahami makna istilah-istilah penting dan sastera dalam sesebuah kitab. Ini akan membantu pelajar, penyelidik untuk memahami kandungan, tujuan dan matlamat kitab tersebut dengan lebih mendalam. Al-matlabul khamis huwa al-wuqufu ala manahijil ulama'i fi dirasatil lughawiyya wal adabiyyah wa ujubatihim an as'ilati allati tatrahu alaihim wal ihata bi kutubi muta'allaqa bi dirasatil lughawiyya wal adabiyyah. Tuntutan yang kelima pula ialah pelajar pengkaji tersebut mestilah meneliti kaedah iaitu manhaj para ulama dalam kajian bahasa dan sastra, termasuk cara mereka menjawab soalan yang dikemukakan kepada mereka serta menguasai buku-buku yang berkaitan dengan kajian bahasa dan kesusasteraan. Wa akhiran al-matlabus sadis al-i'tirafu bi'adamil ilmil masaila ba'dal bahsu wa tanqibi anha. Tuntutan yang keenam pula ialah pelajar pengkaji tersebut mestilah mengakui dengan jujur apabila tidak mengetahui sesuatu isu atau persoalan selepas membuat kajian dan pencarian mengenainya, iaitu mereka tidak berpura-pura tahu, sebaliknya bersikap amanah dan rendah diri dalam ilmu.